السلام عليكم واهلا وسهلا في موضوع جديد. اليوم غادي ندوي على تربيه الابناء كيف ما كنعرفوا هما الجيل القادم اللي غادي يهزوا مشعل المجتمع، اللي غادي يزيدوا بنا لقدام، اللي فيهم مهندس، فيهم طبيب، فيهم دكتور، فيهم استاذ، فيهم بناي، ايضا فيهم جميع الحرفيين، فيهم كل شيء اللي غادي يعطيو البلاد اكثر فاكثر مستقبلا. بسم الله وعلى بركه الله نبداو قصتنا. القصه ديالنا غادي تبدا من المدرسه. من المدرسه يقول لك الاب انه الدخول المدرسي مشى شرا جميع الكتب لولده. تبع معايا القصه مزيان، ما خصو حتى حاجه، خلص المدرسه ديالو بحكم انه كيقري في البريفي. فكيف ما كتعرفوا ان البريفي كيطلبوا لك واحد شحال ديال الكتوبه، تقول ما فهمتش انا، تقول تقريبا شي قليله تقدر تسالي لك عندك ولد واحد غتخسر عليه واحد 5000 درهم ديال الدفاتر والمقررات، ومنها ايضا داكشي ديال الدخول المدرسه. هنا فين كتبان اللمسه والتربيه ديال الاب تجاه الابن ديالو. اشنو دار ليه؟ قال لك باش ما يلقاش معاه مشكل كيرافقوا معاه للجامع، دار ليه واحد البروغرام ديال الشهر، يعني وقته عامر، كيدير ليه لاصال، كيقريه، كيبرك معاه فيما مشى كيقريه، كيقول هذا الشيء زوين، هذا الشيء خايب، ما ديرش هكا، سير مع هذا، كيوضح ليه المسؤوليه اللي عليه اولا شنو ما خصوش يدير. فهنايا اشنو دار؟ حاجه وحيده عجباتني، انه ملي سولته قلت ليه نهار السبت واحد شنو كيدير، كنت كنصحابو غيقول لي صافي كنخلي ليه داك السبت واحد يلعب فيه، ما يقراش ما يقرب حتى حاجه. ولكن عجبني شنو قال لك انه كيديه للجامع كيقرا القران. قال لي هذا الاب هذا الى ديت حاجه زوينه، والله حتى حاجه زوينه صراحه. الى حفظ القران غادي يعلمو كل شيء، وغادي يسهل عليا انني نربي الابن ديالي. شوف يعني كيف ما كيقولوا علموا ابناءكم القران والقران سيعلمهم كل شيء. هذه نصيحه للاباء. ما بقيناش كنشوفوا الابن كيمشي السبت والحد كيديوهم للجامع، ولا كيديوهم السينما، ولا كيديوهم الغابه، ولا كيديوهم دير لي واحد النهار متنفس ليه ماشي مشكل، غير هو حاولوا نرجعوا نقراو في الجوامع. والله اش غنطلع واحد الجيل زوين، واحد الجيل اللي متدين وعارف اللي عليه واللي ليه، وغادي نتفاداو هادشي اللي كيوقع حاليا. فالالتزام سر النجاح. اي واحد عنده الابن ديالو يرد ليه البال. فتربيه الابناء الاخوان كتبقى حاجه مهمه في الحياه. هذيك هي اللي غتنفعك لهي، هذيك اللي غتموت وولد يدعو لك، ماشي غيدعي عليك، غيدعي لك بالرحمه بالمغفره. الابن ديالك ما حدو صغير، خصو يكون الرفيق ديالك، خصو يكون صاحبك، خصو يمشي معاك فيما مشيتي، خصو يشرح ليه التجارب ديالك اللي طحتي فيهم والاغلاط اللي ما خصوش يطيح فيهم حتى هوايا. يتجنب رفقاء السوء، يتعاشر مع الصحاب الزوينين اللي غيعلموه شي حاجه زوينه اللي غيستافد منها. ايضا ما نساوش الالتزام بالصلاه والدين وكل ما يهم الامور الدينيه، يعرف عليهم، يعرف شحال من حاجه. فتخيلوا معايا الاخوان، كاينين دراري 14 عام ما كيعرفش يتوضا، 14 عام ما عمره صلى، 14 عام ما عمره دوا معاه با في شي حاجه زوينه، 14 عام ما عمره وصل ليه الاب ديالو جا وبركو وقال ليه الابن ديالي خصك دير هكا ما ديرش هكا. قال لك كيسحاب الاب هو انه يجي فلوس يشري ليهم ماكله لباس يقريهم. لا خويا لا متفقش معاك انا، ضروري من هادشي، ولكن ما تنساش الجانب التربوي المهم، حيت الا ما ربيتيش يقدر يتبلا لك، وهذا مشكل كبير. الا تبلا لك ما يبقاش يحترمك. الا ما ربيتيش عول على ان الجيل كامل غادي يخسر، من وراء غادي عائلته. كيفاش غادي يربي هو بنفسه ان ديك العائله انطلاقا من التجربه ديالو ديك نتايا. ثاني حاجه انه ملي يدير شي حاجه خايبه حاول توصل ليه الفكره بالتي هي احسن، ماشي تغوت عليه وتبدا تقول ليه واه الحمار هذاك البغل ما كتسمعش، اجي لهنا والضرب وداك الضرب. لا داكشي لا، بالتي هي احسن. جيبو نصحوا لله، فهموا الغلط اللي دار وما غاديش يعاودوا، وفي نفس الوقت غادي تكون كسبتي الابن ديالك، وديما غادي يعاود يجي يعاود لك اي حاجه وقعت ليه. ثالث حاجه للابناء، كما تدين تدان. الا كنتي كتعير باك اولا كتضربو اولا كتعفر عليه اولا ما حاملوش، غادي يجي واحد النهار نتايا غادي يدير لك الابن ديالك كيف ما درتي ليه. فحاول تحترم الاب ديالك وديرو بين عينيك، واللي بغاها ديرها معاه وما غاديش يخيبك الله. حيتاش الوالدين هما كلشي في الدنيا هذه، هما النجاح ديالك، حيت هما برضاهم غادي توصل لشي حوايج ما كنتيش كتوقعها. فاحترموا والديكم، واللي قالوا لكم ديروها.
راه الاب ولا الام كتبغي تشوف الابن ديالها في المراتب العليا. اجتهدوا، قراو، خدموا، ديروا احسن حاجه في حياتكم توصلوا ليها، تنجحوا في حياتكم. تخيل معايا داك التصور انك وصلت لواحد الحاجه زوينه افتخروا بك والديك بها. يعني غادي تبقى تقول الحمد لله، وغدعي وغتقول حمدتك وشكرتك يا ربي انني فرحت والدي، واللي ماتوا ليه والديه الله يرحمهم في هذا النهار هذا. وما تنساوش الدعاء ليهم بقوله تعالى ربي يرحمهما كما ربياني صغيرة. السلام عليكم.